متابعين اكلات رايقه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل وصفه من وصفات الايس كريم، جديده وخطيره ومحدش عملها قبل كده. حاجه كده روعه، حاجه خرافه. عمركم شفتوا حد عمل تورته ايس كريم بالكنافه؟ انا عملت تورته ايس كريم بالكنافه، دايما بنسمعها بالبسكوت بالكيك. النهارده بقى هنعملها بالكنافه، بس حاجه كده خطيره. وطبقه الكنافه طالعه مقرمشه، لا وغير كمان طبقات الايس كريم التحفه اللي احنا عاملينها النهارده بمقادير مختلفة وحاجات مختلفة. لازم تشوفوها وتتابعوا الفيديو للآخر علشان تستفادوا. التورتاية دي هتنفعكم في أعياد الميلاد، هتبقى سهلة جدا للصيف، ممتعة جدا جدا للضيوف، وهتبقى معاكي طول السنة، هتعتمديها طول الصيف دايما. نسمي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أنا معايا نص لتر من اللبن ومعايا ظرف من الكريم كراميل. بعد كده يا بنات هنضيف 3 معالق من السكر عادي جدا اللي هو الحبيبات، ما يعني مش هنضيف البودر خالص. بعد كده هنجيب عسل جلوكوز وهناخد منه معلقة. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم بقى واحنا ماشيين في الخطوات واحدة واحدة، بس تابعوا الفيديو لغاية الآخر هتستفادوا. على فكرة الايس كريم ده مش مكلف خالص، حلو جدا جدا. هيعجبكم احلى من الايس كريم اللي بنشتريه من بره، اللي هو الماركة اللي احنا بنشتريه بمبلغ وقدره. هنقلب على البارد، بعد كده هنرفع كل المكونات على النار، هيفور فورتين بس مش اكتر. يعني ما تسيبوهوش على النار فترة طويلة، يا دوب بس فورتين كده على النار وترفعيه. هننزل بكل الخليط ده يا بنات في بولة او اي حاجة غويطة ونسيبه يبرد تماما، وبعد كده هندخله التلاجة. هيقعد قد ايه في التلاجة؟ تقريبا ساعة، لغاية لما تخلصي كل اللي عندك هيبقى الخليط ده كله جمد وبقى تمام. طيب نيجي بقى للمكونات التانية. هنعمل ايه؟ معايا نص لتر من اللبن وعليه معلقتين من لبن، وهقول لكم ليه الزيادة دي. معايا 3 معالق سكر برضو، لو عايزة تزودي زودي، تنقصي تنقصي. بالمناسبة للناس اللي بتحب المعايير بالكوباية، السكر نص كوباية من السكر. تمام. هنضيف معلقتين من الكاكاو الغامق الاسباني اللي هو الغير محلى، يا بنات انتوا بتقولوا عليه غير محلى. خلاص هو غامق علشان انا عايزة الشكل او اللون بتاع الايس كريم يكون غامق شويه، انا مش حاباه يكون لونه فاتح. هنضيف عليه لون من قصدي معذره، ظرف من الكريم كراميل زي التاني بالظبط، هنتعامل معاه زي التاني بالظبط. تمام. اللي هو الفانيليا. وكمان معلقه من الجلوكوز او معلقه من عسل الجلوكوز. هنقلب على البارد وبعد كده هنرفع على النار فورتين، وبعد كده خلاص هنطفي النار ونقلبه بقى كمان في بوله. طيب هتقولوا لي ليه احنا ضفنا معلقتين اللبن؟ علشان خاطر دايما الكاكاو بيبقى تقيل شوية، فلازم نعادل معلقة الكاكاو بمعلقة لبن حليب علشان ما تكونش ماسك شوية عن الكريم كراميل التاني. عايزين الطعم وكمان يكونوا قوام واحد. خلاص الكريم كراميل جمد كده وبقى زي الفل زي ما انتم شايفين كده، حاجة عظمة. هنضيف عليه ظرفين من الكريم شانتيه. لو ما عندكيش اظرف وعندك الكريم كراميل الكريم شانتيه اسفة سايب، خلاص هتضيفي نص كوباية من الكريم شانتيه، او فيما يعادل 120 جرام من الكريم شانتيه. انا عارفة ان انتوا عندكم كوبايات صغيرة وكوبايات كبيرة، بس دايما اعملي بمعيار كوبايه 200 مللي يا بنات، دايما بقول لكم كده. هنضرب بالمضرب لغايه لما نلاقي الخليط كده تجانس مع بعضه وزي الكريمه، وبقى لونه فاتح جدا جدا. وكمان لما تيجي تضربيه تلاقي القوام تقل في ايدك كده كانه لبان. عارفين مطه اللبان؟ احنا عايزين المطه دي. المطه دي يا بنات جايه منين؟ جايه من العسل بتاع الجلوكوز. عسل الجلوكوز ده مش عايزه اقول لكم في الايس كريم حاجة كده سحر، حاجة خرافة. عايزة تعملي أي نوع بأي مقادير بتاعة آيس كريم، اللي هيطلع لك المطة الخطيرة اللي انت بتاكليها في الماركات العالية الخطيرة اللي انت بتطلعي وتدفعي فيها مبلغ وقدره، هو العسل الجلوكوز. حاجة يعني مش غالية، حاجة مش مكلفة، بس بتدي للحاجة قوام وطعم وشكل رهيب. تمام. هنيجي بقى على الايس كريم الكاكاو. شايفين يا بنات اللمعة؟ اللمعة خطيرة، اللمعة ملهاش اي مثيل، تحفة تحفة تحفة. لو قدمتيها لأي ضيف او حطيتيها في بولات واخدتيها معاكي مصيف او زيارة لأي حد، استحالة اي حد يصدق ان انت عاملاه في البيت. حاجة كده عظمة عظمة عظمة، حاجة ممتازة جدا جدا جدا. طيب هنضيف برضو عليه كمان ظرفين من الكريم شانتيه. لو عندك كريمة لباني هتضيفي كوباية، لو عندك كريم شانتيه بودر هتضيفي نص كوباية او كوبايه الا ربع على حسب الرغبه. تمام. لو عايزه الايس كريم سايب شويه عن كده زودي اللبن من الاول، هيبقى مثلا لتر الا ربع من اللبن.
بس أنا حابة إن القوام يبقى مضبوط زي بتاع اللي إحنا بنجيبه من برّه بالضبط، أنا مش عايزة أقول ماركات وكلام علشان إيه، الفيديو ما يتحذفش من على يوتيوب. خلاص، هنقلِّب كويس كده زي ما أنتِ شايفة المَطّة، هتعرفيها إزاي بقى إن هي كده تمام، هتيجي تمسكي الاسباتيول أو أي معلقة هتلاقي القوام تقيل ما بينزلش بسهولة أبدًا من المعلقة. طيب هندخّله كده الفريزر هيقعد ساعتين أو 3 ساعات على حسب الرغبة، زي ما أنتِ عايزة، لو عايزة تسيبيه نُص ساعة تمام هيبقى جاهز وممتاز جدًا، جدًا، وهيبقى كمان خطير معاكِ. أنا معايا نُص كيلو من الكنافة، هنجيب طاسة كبيرة أو أي حاجة وهنفرفت كده الكنافة، هي كانت في الفريزر فعشان كده اتفرفتت بكل سهولة. أنا هاضيفها بقى في صينية كبيرة علشان أنا مش متحكمة في الطاسة دي، فأنا هاضيف عليه تقريبًا ربع كوباية من السمنة يا بنات، ربع كوباية من السمنة، ما تضيفوش زبدة خالص طول ما أنتم بتشتغلوا بالكنافة على النار ما تضيفوش زبدة خالص، عامةً الكنافة بتحب السمنة ما بتحبش الزبدة، بس أنا أوقات باضيف الزبدة على الكنافة لأن أنا باحب طعم الزبدة. الخطوة دي ما تحطوش زبدة خالص، سمنة بس، أي نوع سمنة أنتِ بتحبيه، أنا ضِفت سمنة بقري دي أنا باسيبها دايمًا للحلويات، بصراحة أنا باحب السمنة البقري في الحلويات بتبقى خفيفة، وكمان بتدّي طعم ولون حلو جدًا في الكنافة، في الجلاش، في أي نوع من أنواع الحلويات. إحنا كده فتحنا النار على الكنافة، هنفضل نقلِّب فيها مش هنسيبها خالص، خالص. يعني أنتِ لو سِبتِ الكنافة هتلطّش منِّك، هيبقى شوية كده غامقين وشوية فاتحين، لأ هنفضل نقلِّب لغاية لمّا تاخدي اللون اللي أنتِ عايزاه، اللي هو الدهبي، كُلّه يبقى دهبي. زي ما بتعملي كده شعرية، ما بتسيبيهاش على النار لغاية لمّا بتوصلي للقوام والشكل المطلوب. زي ما أنتِ شايفة كده تمام خالص، خالص. كده الكنافة معانا جاهزة للتقديم. هنقدمها ازاي هنشوف مع بعض، بس ما تنسوش اللايك يا بنات، لو انتوا وصلتوا لغاية دلوقتي ما تنسوش اللايك وما تنسوش الشير لكل اصحابكم، وكمان بتمنى منكم تشتركوا في القناة. هنفضي كل الخليط ده علشان ما يسخنش اكتر من كده، وهنعمل فيه ايه، هنسيبه يبرد تقريبا 10 دقايق، هنسيب الكنافة تبرد 10 دقايق، مش هنشتغل عليها خالص وهي سخنة علشان ما تبصش مننا وتعجن مننا في التورتاية. طيب هنعمل ايه، هنعمل الحليب المكثف المحلى الكداب، ايوه انا سميته كده الكداب. معايا نص كوبايه من شربات الحلويات العادي جدا، انا بسيبه في التلاجة لاي ظرف لاي حاجه. خلاص هنضيف عليه 4 معالق صغيرين من اللبن البودر أو معلقتين كبار، على حسب بقى أنتِ عايزة تحطي عليه قد إيه. هنضيفه ده كله على الكنافة بس شوية بشوية، مش هنضيفه كله مرة واحدة عشان ما يكتلش في مكان لوحده. طبعا الكنافة برضو لسه فيها يعني شوية دافية كده، يعني اللي هو ايه، زي دمع العين زي ما بيقولوا كده، يعني تعرفي تمسكيها، بس هي مش باردة تماما. خلاص هنضيف شوية بشوية زي ما انتم شايفين، ونفضل نقلب لغاية لما نلاقي الكنافة اتشربت كل الحليب المكثف المحلى ده. وعلى فكرة الموضوع ده سهل جدا يا بنات، اللي هو الحليب المكثف المحلى الكذاب، عايزين تجربوه في اي حاجة جربوه، بس خطير 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 في الكنافة اللي انا عملتها. هنجيب بقى قالب يا بنات بتاعة تشيز كيك او اي قالب عندك او اي صينية بايركس على حسب التقديم. عايزة تضيفي تحطيها كمان في بولات هتبقى خطيرة جدا جدا وهتبقى حلوة. كل واحد ياخد بولة، خصوصا اللي عندهم اطفال صغيرين، عشان بس ما يتخنقوش على الجمال والعظمة اللي احنا عاملينها دي. والله انا بنصحك من الاول حطيها في بولات صغيرة. تمام. بس انا عاملاها كده شكل كده خرافي علشان خاطر التقديم وتبقى على شكل تورتايه. احنا عندنا كده الايس كريم جامد شويه، انا عايزاكم بس تشوفوا القوام الرهيب ده. عارفين البوظه العربي اللي بيفضلوا يجيبوها في التلفزيون ويعملوا عنها اعلانات، دي احلى منها بمليون مره. انا عايزاكم بس تمتعوا عينكم كده بالايس كريم وقوامه الخطير ده، مش عايز ينزل من المعلقه من كتر ما هي المطه بتاعته خطيره كده وروعه روعه روعه. فردنا طبعا طبقه الكنافه وجنسناها كويس جدا علشان خاطر ما تكونش فكه. هي عموما الحليب اللي احنا عملناه يا بنات المكثف المحلى ده خلاص هو مسك في الكنافه، بس علشان خاطر تاخدي بالك الايس كريم ده ليه مطه فممكن ياخد الكنافه ويطلع، فلازم تكوني حريصة وبتشتغلي كده بكل هدوء، يعني ما تتسرعيش في حاجة، ما حدش بيجري وراكي، الموضوع سهل جدا جدا ما فيهوش اي صعوبة. بس هو بس الخطوات تمشي عليها هتلاقي احلى واجمل تورتة ايس كريم.
عملنا طبقة الفانيليا سويناها زي ما حضراتكم شايفين كده. هننزل بقى بالطبقة التانية بتاعة الكنافة. هنعمل طبقة رقيقة جدا، يعني ملوش لزوم ان انت تعملي طبقة تخينة، لا انا عايزة الطبقة التخينة او الطبقة العريضة هي الايس كريم، بحيث ان انت تاكلي الايس كريم بطعم كنافة، يعني ما يكونش الكنافة هي اللي اكبر من الايس كريم. طبعا انتوا فاهمين قصدي، يعني هتبقى الكنافة اتقل من الايس كريم. لا انا مش عايزة كده، انا عايزة الايس كريم هو اللي يكون بارز اكتر من الكنافة، عشان يبقى الموضوع خفيف، ما يكونش الموضوع تقيل شوية عليكي، عشان الأطفال أو أي حد ياكل التورتاية دي تعجبه جدا. خلاص هنعمل كمان طبقة من الشوكولاتة أو طبقة من الكاكاو بتاعة الآيس كريم، طبعا هتكون عريضة زي ما حضرتك عارفة وزي ما أنا قلتلك قبل كده. وهنسوي الطبقات زي ما انت شايفة. آخر طبقة هننزل بيها بقى طبقة الكنافة، وبرضه هتكون مش كبيرة، يعني مش هتكون عريضة، هتكون رفيعة يعني يا بنات بعرض كده تقريبا نص سنتي، بس مش اكتر. ما تكتريش علشان الموضوع ما يقفورش معاكي وتبقى طبقة الكنافة اكتر من طبقة الايس كريم، واحنا مش حابين الموضوع ده. هنجلس كده الكنافة واي حاجة زيادة هنشيلها وهنسويها، وهتبقى كويسة جدا جدا. هندخلها الفريزر نص ساعة مش اكتر، هتطلع معاكي بالعظمة دي. اولا الايس كريم ده بيجمد بسرعة، يعني محدش هيصبر عليه خالص. يعني انا هوريكي دلوقتي الاطباق بتاعه الايس كريم، الفانيليا والكاكاو او الشوكولاته. نصها اتاكلت من غير ما انا اشوف اي حاجه، كل حاجه كده اتاكلت. شايفين هو ده الايس كريم اللي احنا سايبينه يا بنات من بالليل؟ لا خالص والله ما حصلش، مش هو ده. انا سبته فتره كده في المطبخ لغايه لما يفك شويه علشان خاطر اعرف استخدمه. تمام، يعني هو لو مجمد شويه مش عارفه استخدمه، لو سايح خالص مش عارفه استخدمه. بس الجو عندنا حر جدا جدا فساح مني شويه. مش مشكله، هنستخدمه برضو يا بنات، وهنستعمله زي ما هتشوفي قدامك بالظبط. يعني احنا هنعمل المستحيل علشان نخرج التورتايه زي ما احنا عايزين. اوعوا تفتكروا يعني ان احنا هنستسلم، لا مش هنستسلم خالص. زي ما انت شايفه عملنا الايس كريم ازاي، شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ تحفة. عليه مطة كده رهيبة رهيبة رهيبة. من احسن انواع الايس كريم اللي ممكن تعمليها في البيت، واحسن المقادير، مظبوطة جدا جدا جدا. وزي ما قلت لك، لو عايزاه خفيف شوية اعملي ايه، لو عايزاه مظبوط زي ما انا عاملاه كده بالظبط اعملي نفس الطريقة بنفس المقادير. شايفين الكاكاو عامل ازاي؟ بصراحة هو كان جامد شوية، الكاكاو كان جامد شوية عن الفانيليا، لان الولاد يعني ايه صبحوا على الايس كريم الفانيليا، قالوا له صباح الخير. انا ما لحقتش اقول لحاجه صباح الخير. شايفين بقى القوام واللمعه، وخطير خطير خطير. شايفين طبقات الكنافه؟ زي ما قلت لكم الايس كريم اكتر من الكنافه، بس عشان شكل الكنافه كده مبهدل شويه ومنعفش،